كيفكم بهالرحمة؟ طيبي، بعرف هاي المقدمة مش مقدمتي، هاي مقدمة خيي وصديقي ضياء كوكاش، بس يلا اعتبروها دبل كيك اسيست، يعني ضربتين على الراس بيوجعوا. هذا الفيديو تعليمي، بدنا نحاول نفهم كيف ممكن شخص يحكي عن الخيانة يوم الاثنين ويصفق له يوم الثلاثاء. لهيك بدنا نحلل وندرس أول حالة إنسانية هن أكبر قدر المطبلاتي. رحبوا معي طبيلة السيد الرئيس أحمد الشرع. خلينا نرجع شوي لورا. موقف السويدة واضح وصريح، نحن بنحمي حالنا بحالنا، سلاحنا ما بنسلمه وما بتشوفه غير بأحلامك، وأمن عام وشرطة بده يكونوا من أهل المحافظة. يعني اللي شفناه بالأخص بصحنايا والأشرفية والصور الكبيرة ب 48 ساعة بيخلي إذا كان بسويدة 50% مؤيدين لهذا الموضوع، اليوم على قولة الإكس تبعنا 99.99% يؤيد هذا القرار. بس بعد هي التصريحات البلد قامت وما قعدت، وبلش التحليلات والمصادر والأخبار والتلفيقات. الشيخ حكمت طلب إسرائيل، الشيخ حكمت طلب حماية إسرائيل، والمصدر جروب بنت خالة عم ست جد ابن خي اخت واحد من الشباب. هي هالشيت عقولة خينا رئيس نخلي. وبلشت الحرب علينا، الدروز عملاء، الدروز خوني، عملاء لإسرائيل. بس فجأة من حيث لا تحتسب أحمد الشرع طلع بفرنسا خبطن هذيك الهواي. ايش معه مزح سيادة الرئيس؟ ها على المعط شغال، يسعد عينك يا زلمه. قال لك في تواصل ومحادثات مباشرة بوساطة طرف ثالث. تقول يا زلمه سيادة الرئيس بتقصد يحط لهم صرماية خالتي فايزي قلب نص وجهن لجماعة الطبيلي. مش بس جماعة الطبيلي اللي تبهدلت بهذا الموضوع، يعني قبل تصريح سيادة الرئيس كان في تسريبات بتقول انه ابو ظبي استقبلت المحادثات المباشرة على 3 مراحل. بتقوم مصادر من ابو ظبي تنكر هذا الموضوع قبل ما سيادة الرئيس يطلع ويعترف. انا اعترفت، اخي احرجوني بالسؤال فاعترفت. اكسزموا امارات، اكسزموا ابو ظبي، انا يا زلمه انحرجت، حرجني خي مكرون، بقيت على البحصه. انا قلت لكم ما تامنوش سر عندي اخي، بحكي ما عندي مشكله. المهم بدناش نطول عليكم. بعد ما مرق 10 دقائق على تصريح سيادة الرئيس أحمد الشرع، نفس الأشخاص، نفس الصفحات، نفس البني أدمين الطبيلي هن أكبر قدر إنهم يكونوا بني أدمين تحولوا 180 درجة. يا جماعة الخير، التنسيق مع إسرائيل ضرورة إقليمية. السياسي بده مرونة يا أخي، مش هيك يا سيادة الرئيس؟ صح مزبوط، السياسي بده مرونة يا أخي. سيادة الرئيس الشرع عم يشتغل شغل نظيف نظيف نظيف، ولا هذا اللي بيقول لك أنا مع السلام مع إسرائيل بس بيرجعوا كل شبر بالجولان. يفكع عرضك يا زلمة، يلا يفكع عينك. والله العظيم لو انك ساب ولا سيادة الرئيس اشرف له، لو انك انت واقف معنا نحن الفلول اشرف له. يا زلمه هو محروج منك مش قادر يرجع القنيطره، بتروح تفتح ملف الجولان تستهيش على حالك انت يا زلمه. سيادة الرئيس ناقصه، فيش عندكم قلبكم رحمه؟ انتوا طبيلي، انتوا لازم تقول نحن مع السلام مع اسرائيل بس يقلبوش علينا بدرها. خلاص افتحش مواضيع قديمه، اللي راح طلعش لورا اخي، طلع لقدام، لورا اوعى قدام، خليك هيك ستريت مع ذاك الجولان. طيب بصير خير خيو، بصير خير معلش. واحد عجبني بالتعليق، انسان وطني جدا جدا، قال لك كيف سيادة الرئيس بينسى الدم اهلنا بغزه. الله يسعد عينك، الله يسعد دينك، عقول جميل حسن اللي كان عم يدور على حدود جنب اسرائيل مشان يقاوم. بس خيو انت شايف تاريخ اللقاء، ما انتبهتش انه هي بعد ما سقط ضحايا بدرعا، بعد التوغل بدرعا، فنسي دمنا بدرعا، عم تطلب منه ما ينسى دم اهلنا بغزه؟ لا بتعرف انه سيادة الرئيس معلم بيشتغل لوكال، مش لوكال سوريا، لا لوكال قصر جمهوري. الارسال عنده ما بيغطي. وين رايح لي بالزحمه غزه؟ وين رايح بالزحمه انت؟ بس بغض النظر ما كانت حلوه منكم هالتكويعه، انه قبل بيومين زياره دينيه عن النبي شعيب قومت الدنيا ما قعدتوها. يعني اذا الدرزي بيحكي مع ابن خاله بالجولان فهو عميل لاسرائيل، بس اذا سيادة الرئيس بنسق مع تل ابيب فهو داهي من دهاة العرب. مخ استراتيجي. سيبك من مزح سيادة الرئيس وحياة خالتي فايزة قلب وحياة القائد خالد وحياة الاكس تبعنا، انه هاي المعادل لازم تدخل كتاب الرياضيات. درزي زائد تواصل قرايب يساوي خيانة، الشرع زائد تواصل تل ابيب دبلوماسية عبقرية. هسه كالعادي بيطلع لك واحد طبل مش عارف الله وين حاطه ونسيان انه عنده مخ وطفيه، وشو بقول لك؟ بيقول لك هي دولة يا حبيبي مش اشخاص، الدولة بحق لها تتواصل لكن الشخص لا يحق له التواصل حتى مع ابن خاله بالجولان. مش هيك يا اخي المواطن؟ هيك بتقول؟ ها يا عكروت يفكع عرضك يا زلمه، يا خسارة التفكير. لا مش صح، ما ضبطتش معك. يوم اللي تيجي تفكر ما تضبطش معك، يفكع اختها موجعة اخي موجعة. لماذا يا اخي المواطن انا اكبر قدر؟ لانه يا حبيبي هذا رئيس مؤقت، يعني لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، ما بحق له يتواصل مع إسرائيل، ما بحق له يعمل حتى معاهدة سلام. هي بدها مجلس شعب، بدها تصويت الشعب، هو اللي يختار مصيره، مش سيادة الرئيس ومن يحرر يقرر. يعني هي يا سيادة الرئيس اسمها تخابر مع جهات خارجية، وانت هلق لازم تتحاسب كعميل وتخابر مع الكيان. مزبوط يا سيادة الرئيس؟ مش هيك الدستور بيقول اخي؟ اكسزموها يعني. ها انا فهمياتي عقدهم، بس انت كرئيس مرحلة انتقالية هل يحق لك التواصل مع إسرائيل وعمل اتفاقية
عقيده سلام بحق لكش، لا حقيقه بحق لكش، والله العظيم اني حاب انه يكون بحق لك، بس هو بحق لكش، يعني انا شو بعمل؟ لهيك اخي الطبيل هي مثل هي، يعني تواصل احمد الشرع بصفته الشخصيه مش بصفته الرئاسيه. احمد الشرع تواصل مع اسرائيل مثل حنكوش تواصل مع اسرائيل، نفس الشيء. المشكله الحقيقيه يا اخي الطبيل انه في ناس مفكره الوطنيه هي ملكيه خاصه وما بحق لك تحكي فيها اذا ما عندك كرت عضويه تشبيحيه وتطبيليه. ومشكلتكم مش اسرائيل، مشكلتكم الوحيده انه الدرزي ما بيسكت، ولما الدرزي ما بيسكت يا اخي عم يخرب عليكم حفله النفاق الوطني. هاي مشكلتكم الوحيده، اكسزموها يعني يا اخي المواطن. ها، وبعد تصريحات احمد الشرع هيك بنطلع نحن وياكم خالصين. ما بدي اسمع هلق من هون رايح واحد معلم حمار معبى ببنطلون يرجع يفتح لنا موضوع خياني عمالي، لانه اللي عمله السيد الرئيس بخليك تنقبر تسكت 10 سنين لقدام، وهي مع ديسكاونت. ها والله العظيم وحياة خالتي فايز القلب هي مع ديسكاونت، لانه بتعز علينا وشريك الوطن وكذا 10 سنين. لو واحد غيرك والله فوق ال 20 سنه، بس هي مشان تروح وترجع لعنا. هلا تبين معك كيف كحينا. يلا بدناش نطول عليكم، يضل خطرنا ويعفو الله. طف